كان هناك رجل يدعى جون، وكان لديه شغف كبير بالمزاح وإضحاك الآخرين. كان جون يعيش في قرية صغيرة، وكان يعرف بشخصيته الطريفة والمرحة. في يوم من الأيام قرر جون أن يقوم بمزحة كبيرة على أصدقائه. قرر أن يقنعهم بوجود كنز ضخم مدفون في حقل قريتهم، ولكنه قرر أن يجعل الأمر مثيرا بتضخيم القصة وإضافة بعض العناصر الخيالية. بدأ جون بإخبار الجميع أن هناك كنزا مدفونا في حقل قريتهم، وأن الطريقة الوحيدة للعثور عليه هي عن طريق حل لغز معقد. قال إن اللغز يتضمن إيجاد 3 مفاتيح سحرية مخفية في أماكن مختلفة في القرية. بدأ الأصدقاء في البحث عن المفاتيح السحرية بجدية، ولكنهم لم يجدوا سوى أشياء عادية مثل مفتاح المنزل ومفتاح السيارة. ومع ذلك كانوا متحمسين للغاية ومستمرون في البحث. في اليوم التالي قرر جون أن يأخذ المزحة إلى مستوى جديد. قام بتنظيم ليلة مظلمة في الحقل، وقام بتزيين المكان بالأضواء والصوتيات المخيفة بحيث يبدو وكأنه مكان مسكون. عندما وصلوا إلى الحقل بدأت الأشياء تأخذ منحا مضحك. جون كان يتنكر في زي شخصية مخيفة ويظهر فجأة من وراء الأشجار، مما يجعل الأصدقاء يصرخون ويتلوون هاربين في كل اتجاه. بينما هرب الأصدقاء قام جون بتشغيل مسجل الصوت الذي يصدر أصوات أشباح وضحكات مخيفة، مما جعل الأصدقاء يصابون بحالة من الرعب الكامل. لكن بعد لحظات أصيب أحد من أصدقائه بسكتة قلبية. كان جون يبكي ويشرح لهم أنها مجرد مزحة، ولكن بدون جدوى لأن صديقته توفي. بدأ جون بالاعتراف لهم أنه الفاعل ولن يعيد ذلك المقلب، ولكن لم يكثرت له أحد. بعد لحظات وقف صديقه. أصيب جون بحالة من الصدمة ولم يستطع عن الحراك. اكتشف أنه مجرد مقلب، وشرحوا له أنهم رأوه وهو يخطط للإيقاع بهم، وأرادوا الانتقام منه بهذه الطريقة الفظيعة. بعدها انضموا للضحك والمرح معا. تذكر جون هذه المزحة لسنوات عديدة، وكانت مصدر ضحك وذكريات سعيدة بينه وبين أصدقائه في القرية. وهكذا عاش جون مغامرة مضحكة طويلة جدا، ونجح في إضحاك الجميع وخلق ذكريات سعيدة ومرحة.